نبدا على بركه الله. السلام عليكم. واحد لسه داخل القهوه بيتفرج على ماتش ليفربول وبورنموث، بيبص النتيجه كام، لا هوب الحق ارنولد عمل نصيبه في ايه، جون 1-0 في الدقيقه، ما جاتش الدقيقه الثانيه. فان دايك بيلعب الكره لارنولد بيستلمها، الراجل بيلعب رقم 6 زي ما يورجن كلوب قال له انزل في نص الملعب، مش عارف قال له ليه. افتكر الرساله كده وصلت، المسج وصل. بس هو خلاص هو قرر ان ارنولد بينزل يلعب رقم 6، لان اصلا يورجن كلوب ما عندوش حد بيلعب 6 وبيلعب فيها ماكاليستر، ظالم ماكاليستر وظالم خط الدفاع اللي وراه. هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ لعب له الكوره بيستلمها، هي فين الكوره؟ سولانكي قطعها، هوب الكوره جوه الجون، والجون الاولاني، ونبتدي بقى الماتش من بعد الدقيقه 3. ليفربول دخل الماتش بنفس تشكيله ماتش تشيلسي، لعب ب 4-3-3. يا ستار يا رب، يا ستار يا رب. فان دايك وكوناتي طبعا مفيش اختلاف عليهم في مكانهم، وهم 10/10. ارنولد وروبرتسون اللي احنا عارفينه ان ارنولد الباك اليمين وروبرتسون الباك الشمال، ما فيهاش حاجه. يجي بقى نص الملعب، سوبوسلاي لعيب مؤثر، لعيب 10/10، لعيب رقم 8 فعلا. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. جنبه ماكاليستر، قدامهم جاكبو، وخط الهجوم صلاح، جوتا، ولويس دياز. لويس دياز لعيب باور، عنده باور، عايز يجري بالكوره ويمسك ويفتح كتير اوفر، كتير 10/10. ده مطلوب منه كده لان هو بيلعب وينج شمال. ديجو جوتا قليل، ديجو جوتا قليل. لا يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. انت ليه فين الروتيشن يعني احنا عايزين نتفرج على النونيز، نزله تاني. يعني هو الصراحه عرفنا الموسم اللي فات ده انت عيل قليل الادب، والادب مش هينفع معاك. بس ما فيش مشكله، نزله تاني الموسم ده لان انت فعلا محتاجه. صلاح في مكانه بطبيعته بطريقته ما اتغيرتش، لكن اللي عمله يورجن كلوب ان هو كان بيعمل كده من اواخر الموسم اللي فات، بيخلي ارنولد ينزل يلعب في نص الملعب. ارنولد ده اصلا كارثه، يعني احنا كنا بنقول عليه محمد هاني، مش محتاجه حاجه يعني. احنا ظلمنا محمد هاني لما كنا بنقوله على ارنولد بالمساحات اللي سايبها وراه دي. دلوقتي ارنولد انت بتحطه رقم 6 ليه يا ابن الناس؟ ليه انت بتدخله في نص الملعب عشان يطلع الكوره؟ عمل لك كارثه في الدقيقه الثانيه او الثالثه، دخل فيك جول. على فكره ليفربول حظها حلو انها طلعت من بورتموث كسبانه، لان بورتموث فرقه قليله. اي فرقه في نص الجدول لو ليفربول لعب بنفس المستوى ده ليفربول هيشيل. لازم اقول كلمه يشيل مش يخسر، في فرق. هيخش فيهم جوان بالكوم. دخلت انك لميت وانهم لميتون، لان ارنولد بيستلم الكرة غلط. هو لاعب جناح، لاعب طرف، لاعب باك، لازم تحطه على الخط سريع، الاوفر بتاعه حلو، لازم برضه تامن الدفاع وراه. ما هو كده بيعمل لك النصيبه، تخليه يعمل لك النصيبه في مكانين، ما هو كفايه مكان واحد. ماكاليستر الراجل بيلعب 8، انت مصمم تلعبه 6. فان دايك واليسون وديجو جوتا في فتره في فترات الماتش كانوا بيتنافسوا مين اسوأ من التاني. كفايه. يعني انت متخيل كل واحد بيعمل حاجه غلط في مركزه. يعني فان دايك مش عايز يخش، هو برضه نفس الحركه بتحلق. انت راجل مصنف من احسن مدافعين العالم، ازاي تفضل تحلق لغايه الكوره ما تتشاط من جنبك، تتشاط من قدامك، تتشاط من جنب رجلك؟ ليه؟ انت خايف تترقص؟ يعني احنا اسفين عشان اتفرجنا على نيستا ومالدينيو، احنا اسفين يا سلام. وبعد كده بنقول ان انت من احسن مدافعين العالم. دي مشكله كبيره لازم تتعدل عند فان دايك. نتمنى بعد الصفقه بتاعت وتارو اندو ان احنا ما نشوفش الكارثه بتاعت ارنولد لما بينزل نص الملعب تاني. انا جيت. لان انت خلاص جبت لعيب، وهو على فكره لعيب كويس، ولما نزل ما كانش عنده الهيبه بتاعت الدوري الانجليزي. وبرضه زي ما بنقول هو ما لعبش فرقه كبيره قوي، بس هو كان قادر يقطع كور وقادر يلعب وقادر يباصي، على عكس كايسيدو مع تشيلسي نزل مخضوض، عمل لهم نصيبه برضه. وتورو اندو المفروض ان هو يكمل القطعه الناقصه في التشكيله بتاعتك يا يورجينيا كلوب. ديجو جوتا انت بتصبر عليه كتير، وهو مش مستاهل الصبر ده كله. يعني انت حاول خلاص، انت بالدقيقه 60 خلاص ابتدي تغييرات، نزل نونيز، انت عندك مهاجم بره نزله وهو هيأدي ادوار احلى، والتاني جعان
لعيب جعان عايز ينزل يثبت، لان هو ما وفقش اول الموسم اللي فات، هو عايز يثبت العكس. سرعته هتنفع معاك، قوته هتنفع معاك، ضغطه هينفع معاك، ما ينفعش نزلوا اخر 4 دقايق. محمد صلاح ما كانش حلو، ما كانش ده مستوى صلاح واللي مطلوب منه، وما كانش مركز، ومش عارفين هو يعني كلام كتير قوي على صفقة الاتحاد والسعودية والكلام ده كله، هل هو فعلا ماشي ولا هو مش مركز، هو مش مظبط، هو مش معاك، الدنيا مش تمام. نتمنى طبعا نتفرج على صلاح احنا كلنا، بس يعني اي حد بيشجع ليفربول في مصر غير مشجعين ليفربول الاصليين بيشجعوا عشان خاطر صلاح، احنا عايزين نشوف احسن حاله في احسن مستوى. صلاح لما يضيع ضربة جزاء ذهنه مش معاه، دي حاجة مش طبيعية، لان هو يعني قليل قوي لما بنشوف صلاح ضيع بلانتي. الحمد لله ربنا كرم وكملها ودخلت جون، بس هو ما كانش موفق في بقية الماتش، ما كانش مركز في بقية الماتش. اتمنى ان تغييراتك تبقى مظبوطه، ممكن تنزل حد في نص الملعب وتطلع جاكبو قدام، لعبه في مكانه، لعيب بيعرف يجيب الكره من على الطرف، لعيب بيعرف يلعب فيرود، لعيب بيعرف يلعب تحت الفيرود، حاول تستغله اكتر من كده. لكن انت حاطه 2 في نص الملعب، الاتنين ادوارهم هجوميه وهو اصلا دوره هجومي، فانت عندك حته فاضيه بتملاها بارنولد اللي هو اصلا مش مالي مركزه، المركز اليمين. دي مشكله كبيره في ليفربول ولازم تتعالج. ما تنساش بقى تعمل لايك والسبسكرايب، يمكن يورجن كلوب بيسمعنا او محمد صلاح يرجع لمستواه تاني.